إخواننا الذين فتنوا بالتصوير والانشغال بالهواتف المحمولة عن هذه العبادات أن يتفرغوا، فالأيام قليلة والأوقات محدودة والأنفاس معدودة، ورمضان ها هو يتصرم وها هي أيامه تنقضي، ونحن في ليال غر مباركة ينبغي أن نحرص عليها وأن نحافظ على أوقاتنا. كذلك على الإخوة المعتكفين الذين يعتكفون في الحرمين الشريفين أن يراعوا الآداب الشرعية في الحرمين الشريفين، وأن يحرصوا على تطهير البيت وتعظيمه وصيانته ونظافته، وألا يجعلوا من الحرم مكانا للقيل والقال وفضول الكلام وعدم تدنيسه أو تلويثه بأي شيء مما يخالف الآداب فيه. فهذه أيها الإخوة مواسم عظيمة، وقد هيأ الله للحرمين الشريفين هذه الدولة المباركة، هذه الجهود العظيمة، هذه المشاريع المباركة، ويشكر المسلمون على تفهمهم وتجاوبهم في رعاية هذه الظروف التي هي المشاريع الكبيرة، فيخفف على إخوانهم من الزحام والتدافع في مثل هذه الأيام المباركة. كذلكم إخوانكم رجال الأمن يبذلون جهوداً كبيرة في الحفاظ على أمنكم وسلامتكم، وهم لم يسخروا إلا لخدمة الدين. ثم هذه البلاد المباركة والحرمين الشريفين وقاصديهما وزائريهما، فلنتعاون جميعاً في الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما، وأيضاً الالتزام بالنظام والأنظمة المرعية، فإن ذلك دليل وعي المسلمين وثقافتهم وحسن إدراكهم وتعاونهم وتجاوبهم مع المسؤولين الذين ما سخروا إلا لخدمتهم والقيام بما ينبغي عليهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وبكل أمن وأمان واطمئنان. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق. كما نذكر أن أداء صلاة القيام سيكون في هذا العام بحول الله وقوته في 12:45، أي في 1:01 إلا ربعا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم ومنهم صالح الأعمال، وأن يمن علينا جميعا بالعتق من النار، وأن يجعلنا ممن يفوز بإدراك ليلة القدر، وأن يجعل من هذا العشر عشر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ على بلاد الحرمين قيادتها وعقيدتها وأمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يرد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه كلمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، من خلال الكلمة التوجيهية التي وجهها لجموع المسلمين في هذا المكان الطاهر بعدد من الإرشاد